عمرك فكرتي شحال فعلا غادي تعيش؟ واش عارف الا افترضنا انه غادي يعيشوا 60 عام، 40 عام منها مشات غير ما بين النعاس والقرايه والخدمه، وهو يبقى لك من العمر كامل غير 20 عام، وهذه هو العمر الحقيقي اللي غادي يعيشوا ديال بصح. 20 عام هي المعترك الحقيقي ديال حياتك، فيهم غادي تبني علاقاتك وتواجه الخوف والفشل، فيهم اللي غتعيش الرومانسيه وتقرر واش تبني اسره ولا، وكذلك فيهم اللي غتمرض وتعافى وتحافظ على صحتك وتعبد الله سبحانه وتعالى، وفيهم اللي غتقلب على المعنى الحقيقي ديال حياتك. انت باغي تطور راسك، تعلم، تسافر وتكتشف، في نفس الوقت خاصك تطيب وتاكل وتشوف الناس وتضحك وتفرج وتشاطي شويه، وفي الاخر كتكتشف انه اليوم كامل ما كافيش والوقت كيجري وانت باغي دير كلشي دقه واحده. الحقيقه الحياه ماشي قصيره، حنا اللي حبسينا في واحد احد المهام اللي طويله من الوقت اللي عندنا. هنا تيجي واحد السؤال ضروري خاص تجاوب عليه مع راسك، واش نعيشوا ونجربوا بزاف ديال الحوايج في وقت قصير، ولا نركزوا على اللي عندنا دابا ونعيشوه بعمق ونحسوا بالامتنان الحقيقي ديال الحياه؟ راه الهدف ماشي هو اننا نعيشوا بزاف، ولكن باش نحسوا ان كل دقيقه في عمرنا كان لها معنى. فكر مزيان في هذا السؤال اللي قلت لك وكتب ليها في التعليق، واش نعيشوا بزاف ديال التجارب ولا نركزوا على اللي عندنا؟ وما تنساش ديروا متابعه اشتراك وبارطاجي فيديو باش نكملوا في هذه الرحله ديال التفكير مع بعض. معكم عبد اللطيف، السلام عليكم.